هو انا انفع اروح لدكتور هنا في المانيا من غير ميعاد؟ 99% لا، الا لو عندك حاله خاصه، انك تعبان تعب مفاجئ، انك عيان دلوقتي بطريقه اكيوت، عندك سيمبتومز ما ينفعش تسكت عليها، زي ان عندك سخونيه، عندك ترجيع، عندك اعراض، يعني لازم حد يشوفك ويفحصك حالا. في الحاله دي ليك مخرج انك تقدر تروح، بس يكون الدكتور بتاعك يعني انت اوريدي مسجل عنده بياناتك، مش لسه هتروح له اول مره غالبا. يعني ممكن ما يرضاش ياخدك، ما يكونش عنده مثلا مكان فاضي او عنده عدد مرضى كبير فمش هيرضى ياخدك. فعشان كده لازم يكون ليك دكتور معالج تعرف تروح عنده لما يحصل حاجه زي كده. فلو لا قدر الله حصل اي حاجه، كل اللي عليك انك تبعت لهم ايميل او بتتصل بيهم وبتقول لهم انا تعبان جدا وعايز اجي اكشف النهارده او بكره، يعني اقرب ميعاد. فهم هيقولوا لك اوكي تعالى في النهارده مثلا او بكره شبريشتوند، دي بتبقى ساعه مفتوحه للحاجات اللي زي كده. اي حد بيتعب او كده ممكن يروح من غير ميعاد لو عنده حاله طارئه، يعني هي طارئه فعلا، مش بس حد يعني عنده مثلا شويه صداع وحاسس ان هو مش متظبط فعايز يروح يكشف، لا دي مش حاله طارئه. لو عندك فعلا اعراض بتقول ان انت لازم تكشف، ففي الحاله دي تكلمهم تاخد منهم ميعاد. هو مش ميعاد قوي، يعني هو يقول لك تعالى مثلا على من اول الساعه 9 لحد الساعه 12 في الوقت ده، فانت ممكن تروح في اي وقت يعجبك. وفي الحاله دي بتكشف. انا كنت تعبانه النهارده، يعتبر يعني اليوم اللي هو قبل اجازه الايستر، فما فيش حد فاضي، ما في، اغلب العيادات كمان قافله، في دكاتره كتير مش موجوده. الدكتور بتاعي النهارده كان موجود ولكن لحد الساعه 12. فانا رحت لهم امبارح، ما كانش في مكان، ما رضوش يكشفوا لي امبارح مع اني كنت تعبانه، بس ما رضوش يكشفوا لي امبارح فمشوني ورحت النهارده كشفت. فيعني اهو يعني ده اسرع حاجه ممكن تكشف فيها في خلال يوم او يومين. ف دي ميزه ان انت تكون عيان. مش عارفه بصراحه ميزه ولا عيب، يعني الافضل الواحد ما يكونش عيان اصلا، بس يعني اهو يعني دي الحاجه اللي تديلك يعني بريفيليج انك تاخد ميعاد عند دكتور في وقت سريع، وما تضطرش تستنى 3 شهور و4 شهور و6 شهور عشان تعرف تقابل الدكتور وتحكي له عن مشاكلك اللي هي اصلا بتكون غالبا انتهت، يعني انت بتكون نسيت اصلا انت كنت رايح له بتعمل ايه هناك. ف يعني لو لا قدر الله حصل لك حاجه، ما تنساش في حاجه اسمها شبريشتوند تقدر تروح فيها للدكتور بتاعك يفحصك ويكتب لك العلاج. في الكومنتس لو تعرفوا موضوع الشبريشتوند ده، ولو كنتوا استفدتوا بيه قبل كده ولا لا. وبس كده، تشاو.